فاحنا نرد بالايام. لكن ربنا يقول قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. لا ده العمر صغير قوي 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 قوي. اللي عايز اقوله يا جماعه، احنا بنشيل هم وغم وحزن ونكد وكرب وضيق وامور كتير قوي ومصايب وامور كتير قوي مش عارفين هتعدي ولا لا، وامور كتير قوي قوي. لكن انا عايز ابشرك بحاجه، انت في الفلاش باك، انت في مشهد الاعاده اصلا. يوم القيامه خلص والجنه خلصت والنار خلصت، وده دخل واهل الجنه في الجنه واهل النار في النار، ربنا يعافينا. ويوم القيامه خلص باحداثه، فاسبقيه علم الله الموضوع منتهي. فانت في الفلاش باك، انت في مشهد الاعاده، زي ما تيجي تتفرج على فيلم تلاقي نفسك في مشهد الاعاده. الامر منتهي اصلا، الامر مع الله منتهي. شايل هم ايه وشايل مشكله ايه ومصيبه ايه، كده كده الامر منتهي عند ربنا. كل ده مشهد اعاده. ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول كده، بسم الله الرحمن الرحيم: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. الموضوع منتهي من زمان. إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تزعلش على اللي فات، ولا تفرحوا بما آتاكم، وما تفرحش على اللي جاي، وما تخافش من اللي جاي ومشاكل بكرة وكروبات بكرة والقلق بتاع بكرة. يا جماعة الدنيا دي فانية، دنيا جاية من دنو. لو كانت تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقي كافر منها شربة ماء. الأمر عند ربنا منتهي. سيدنا نوح ماشي كده في المقابر، فلقى ست عجوزه جدا جدا بتعيط. يقول لها: يا ايتها العجوز ما الذي يبكيكي؟ بتعيطي ليه؟ بتقول له: ابني توفى وما بلغش من العمر 300 سنه. قال لها: امال هتعملي ايه لو تاتينا في اقوام في اخر الزمان لن يبلغ اعمارهم 60 و70 عام، اللي هو احنا؟ فسالته سؤال غريب قوي، قالت: او يبنون بيوتا؟ هي الناس دي هتبني؟ لسه عندها وقت هتبني؟ قال: بل يبنون القصور بل يبنون البيوت والقصور ويتطاولون في البنيان. بص الرد بقى. قالت: غفلاء حمقاء، والله لو اني فيهم لقضيتها ساجده. 60-70 سنه ولسه هبني وهعمر وشطب وقصور وبيوت؟ الامر منتهي يا جماعه، الامر اسرع مما تتخيل. اسال اي حد اكبر منك، قول له: انت عمرك بس احكي لي ملخص عمرك ال 40 50 60 70 سنه، يقول لك: انا اتسرقت في عمري. اغلى حاجه تملكها في حياتك هي عمرك، وهي اسرع حاجه في الحياه. كل التوقعات، كل الافكار، كل اللي بيحصل يقول لك ان العمر هو اغلى حاجه وهو اسرع حاجه في الحياه. عشان كده يا جماعه احنا شايلين هم الدنيا، لكن لما تيجي تقارن الدنيا جنب الاخره تلاقي الموضوع منتهي. لو شلنا هم الاخره تلاقي موضوع الدنيا خلاص ربنا يحلهولك. اي حاجه، العلماء يعلمونا ان اي حاجه جنب الانفينيتي صفر. هتعيش قد ايه؟ 60-70 سنه؟ قدام الاخره انفينيتي صفر، حياتك صفر، العمر منتهي اصلا. لكن المشكله الكبرى مش في الدنيا، كل مشاكل الدنيا محلوله. مصير وقت، تجربه وقت، مجرد وقت. اخر واعظم مشكله ما بين حلين، يا تفرج وتتيسر يا تموت، فالموضوع انتهى. لكن المشكله الكبرى ان احنا ما نعرفش نعدي على الصراط. المشكله الكبرى ان احنا ننزل القبر نتسال ال3 اسئله بتوع درس ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي ما نعرفش نرد. هنا في الدنيا كل حاجه محلوله، هناك مش كل، ما فيش حاجه محلوله. فعيش في الدنيا صح عشان تموت صح. انت النهارده فوق، بكره هتبقى تحت. كل حاجه في الدنيا الى زوال. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل ان تبنى. انت كل عمرك ده كل يوم بيفوت يا ابن ادم، انما انت بعض ايام، اذا ذهب يوم ذهب بعضك. عمرك ده كله كده بيجري جري، مش هتحس بيه. فجأة هتغمض عينك تفتح تلاقي نفسك 60-70 سنة. فجأة تلاقي نفسك بتقابل وجه كريم. عمرك اغلى حاجة في حياتك. انت النهاردة فوق بكرة تحت. مش ضامنين اي حاجة، مش ضامنين اي حاجة. فما تشيلش هم اي حاجة، عشان هو كله محلول. في رب اله كريم عظيم مؤمن. المؤمن المهيمن، جاب اسم المؤمن قبل المهيمن. المؤمن هو الذي امنك، والمهيمن هو الذي يسيطر على كل الاحوال. فبيقول لك ما تخافش، انا مأمنك ومحدش هيقدر يجي جنبك. فانت بتتعامل مع اله كريم عظيم جدا جدا جدا. فيا جماعه ملخص الدنيا ان الدنيا دي اصغر واقل مما اي حد يتخيل. سئل سيدنا ادم لما جاله ملك الموت فقال له: صف لنا الدنيا، قال: انما الدنيا كالدار. سيدنا ادم عاش ما عاش، فقال: انما الدنيا كالدار، وكاني دخلت من باب وخرجت من باب. هي دي حال الدنيا.